هلا والله كيفكم؟ فاتح كاميرا ما عرفان شو بدي صور ولا عرفان شو بدي اقول ولا مجهز شي. فتحت الكاميرا وبس، من القلب الى القلب. هلا اول شي حابب اقول لكم اياه انه هي القناه صار لها منشأة من 2019، يعني تقريبا داخلين على 7 سنين. نهاية هذا الشهر يصير لها القناه 7 سنين، ومثل ما انكم شايفين متابعين. ليش؟ ما عم بعرف. هلا خلونا نجهز المتة، قصة عشاق بتنتهي انا وياها، واحكي لكم القصة بالتفصيل، واحكي لكم شو اللي عم يصير معي عن جد بشكل كتير عفوي. وهذا الفيديو هو كله على بعضه عفوي من القلب للقلب، مثل ما قلت لكم ببداية الفيديو. رح نجهز المتة ونقعد انا وياكم هيك على كاسة متة على رواق يعني. اوكي، هلا انا من اول ما عملت هي القناة وانا عم بنشر عليها. ما بخفيكم وقفت لفترة تقريبا شي 6 شهور، وقفت ما عاد صورت لانه صار في عندي مشاكل بالقناة، وكمان كان وضعي نقل من هون لهون كذا، ما عم يسمح لي اني عم صور 24 ساعة. الشغلة الثانية، المحيط اللي انا قاعد فيه كل الناس اللي حوالي غير مساعدة على التصوير، غير مساعدة على هذا الامر. كل اللي حوالي ما بيحبوا هذا الموضوع، يعني ما في مشجعين. بيقول لك دائما انه انت كرمال تنجح باي موضوع قرب على ناس من نفس موضوعك بيحبوا هذا الموضوع مشان تتشجع انت وياهم. انا كل اللي حوالي ما بيحبوا هذا الموضوع. الشغله الاخيره اني انا بشتغل بمطعم، فما عندي وقت نهائيا، ومع هيك مصر على التصوير والاستمراريه، وعم صور قد ما فيني اني انزل على هي القناه. طيب هتسالوني انتم انه شو سبب هذا الفيديو؟ يعني نحن هلا شو نفهم من هذا الفيديو؟ هذا الفيديو زي مثل ما قلت لكم بالبدايه انه هو عباره عن فضفضه قلب، يعني مثل ما بيقولوا. بتطلع انا هيك، يعني في كتير قنوات بتفرج عليها انا ما عندهم محتوى، ما في عندهم اسلوب، ما في عندهم شيء عم يقدموه يعني، ومشهورين، عندهم عدد متابعين كتير كبير، عندهم تفاعل كتير عالي، شغلتهم وعملتهم هذا الموضوع. انا بتطلع ان انا كثير عم بتعب لاصور فيديو، بتعب بالنشر، حابب اني استمر. يعني انا صار لي مثل ما قلت لكم داخل على 7 سنين بهي القناه، ومثل ما انكم شايفين المتابعين عندي بالارض، التفاعل عندي ميت، والقناه ما عم تعلى. يعني انا عن جد نفسي بقعد هيك بقلب باليوتيوب، ودائما بقول دائما من وقت ما عملت القناه لليوم نفسي هيك انه يكون مثل المشاهير، عندهم هالعدد وعندهم التفاعل، عندهم ناس بتحبهم، ناس تشجعهم انه يستمروا. يعني مثل انا كمان بنزل فيديو ما في مين يشجعني اني استمر بالتعليقات، بالمشاهدات، انه يشجعني اني استمر، او اعمل هيك، او حدا يفوت يكتب لي تعليق انه ساوي هيك الفيديو الجاي، اعمل هيك، يعني ينصحني. فكتير بضايقني هذا الموضوع، لهيك انا طلعت صورت فيديو اليوم بشكل كتير عفوي، من غير ما اظبط، من غير ما اعمل مونتاج، من غير ما اعمل اي شيء. انه ليش يعني ليش ما عم تزبط معي انا؟ ليش ما عم تتفاعلوا معي؟ ليش القناه ما عم تطلع؟ ممكن يعني ممكن هذا الفيديو هلا يمر على اي حدا عنده تجربه، او يمر على اي بني ادم، ممكن يمر على يوتيوبر مشهور يشوف هذا الفيديو يكتب لي نصيحه اني شو ممكن انا اعمل. قناتي مثل ما انكم شايفين موجوده، قناتي باسمي، وكل شيء تمام، وعندي الحساب تبعها تمام، بس المشاهدات عندي بالارض، التفاعل بالارض، المتابعين بالارض. طب شو السبب؟ هذا الفيديو اذا مرق عليك وانت عندك تجربه اكتب لي بالتعليقات، لا تبخل علي، لا تمرق مرور الكرام. المهم اني انا اليوم قررت اني خلص ما عاد اجهز فيديوهات واهتم انا شو عم نزل، ولازم اعرف شو عم نزل من الحكي هذا. انا رح صير افتح الكاميرا ونزل بالشغل، رايح على الشغل، عندي قصه، قاعد مثل ما هلا عم صور فيديو، رح صير افتح وصور قناتي وانا حر فيها، بدي انزل عليها الفيديو اللي بدي اياه. فمن شان هيك الايام الجايه تحملوني، بدي انزل فيديوهات جدا عفويه، شو بيطلع قدامي رح صير صور ونزل. طبعا القناه فيها فيديوهات كثير كبيره، اللي بيحب يفوت يشوفها. عندي ريلزات كثير عاليه بالقناه كمان، وجايبه مشاهدات الريلزات، بس ما بتعمل الريلز ما بيعمل لك انطلاقه قويه، قليل ليطلع لك ريلز ممكن انه يدفش لك القناه. فانا من هون رايح حاب اني اصور فيديوهات طويله بهذا الشكل، بشكل عفوي جدا. اي قصه تطلع قدامي حصير صورها ونزلكم اياها، فتحملوني. والسلام عليكم، وشكرا على استماعكم لي بنهايه هذا الفيديو، واسف على الاطاله، والسلام للناس الكرام.